أنا وأنت مليانين من راسنا لرجلنا عيوب، ولكن لولا ستر الله سبحانه وتعالى علينا ما خالطنا أحد. فعلى ما يتتبع أحدنا عورة أخيه المسلم؟ هل تعلم ما جزاء من تتبع عورة أخيه المسلم؟ اسمع هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. فلماذا يكون الناس هم همك الشاغل؟ تتكلم عن هذا، تتكلم عن هذا، هذا فعل وهذا فعل، هذا العالم الفلاني فيه كذا وكذا وكذا، وهذا الشخص الفلاني فيه كذا وكذا، وتجلس وتقعد وتؤصل وتتكلم في فلان وفلان وفلان، وأنت يا مسكين تتبع عوراتهم ولا تدري يا مسكين أن الله سبحانه وتعالى بسبب فعلك هذا يتتبع عورتك، وإذا تتبع الله عورتك يفضحك ولو في عقر بيتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وكن على علم أنك إذا سترت مسلما ولا تتكلم فيه ولا تشن عليه ولا تشمت فيه، فاعلم أنك بذلك قد سترته، ومن ستر مسلما ستره الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته.